أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الوارد: احنا رزقنا قليل وعندنا 5 بنات. احنا بينا أسباب قلة الرزق أو قلة البركة، أحيانا من شياطين الإنس، أحيانا من شياطين الجن، مرة حسد جن، مرة حسد إنس، مرة تابعة. أسباب كثيرة بيناها، ولكن اليوم راح نبين سبب أيضا رئيسي وأكثر الناس ما حاسين فيه، ونضرب مثال. وهذا المثال مو أول واحد أنا أقوله، أكو غير كثير قايلينه، لكن راح أربطه بهذا الموضوع. والمثال جدا ظريف وطريف ومفيد الإنسان، يعني كحكمة ياخذه. الكلاب يكرم السامع تنجب بالسنة مرة أو مرتين، كل مرة تنجب لها 7 إلى 9 إلى 11. والغنم تنجب بالسنة مرة أو مرتين، يعني تنجب بطن واحدة أو بطنين. الأغنام تنذبح وتنوكل، الكلاب لا تنذبح ولا تنوكل. الآن شنو تشوف الكلاب قليلة مقارنة بالأغنام كثيرة، رغم أنه الأغنام قليلة الإنجاب وكثيرة الأكل والذبح. شنو السبب؟ السبب الأغنام تنام مبكر وتنهض وقت الفجر، وقت الرحمة، وقت نزول البركة. الكلاب تنبح الليل كله والفجر تنام، وقت نزول البركة والرحمة والخير تنام. اليوم أكثر الناس بواسطة النت، بواسطة هذه البرامج، صارت أيضا تنام الفجر والنهار كله وتسهر الليل كله. فشلون تجيها بعد البركة والرزق؟ طبعا هذا واحد من الأسباب المهمة. فغيروا نومكم وشوفوا شلون البركة تنزل عليكم، خاصة اللي يصحى الفجر يشوف شلون بركة وشلون رحمة وشلون حياته تستقيم. واللي عنده، اللي ما يلقى عمل راح يلقى عمل، واللي عنده مال وعمل وقليل البركة بالرزق ماله راح يتحسن رزقه. وأيضا اللي يشكون من النحول والكسل، هذه كلها بنفس المعنى هذا. أرجو أن تنتبهون لهذه الشغلة، وأسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.